ممكن انت وصاحبك تاكلوا نفس الوجبة بالظبط، هو يخس وانت وزنك يزيد او ثابت. هل في حد محظوظ وحد منحوس ولا في تفسير علمي؟ اجسامنا مش نسخ مكررة، في عوامل كتير بتأثر على استجابة الجسم، زي حساسية الأنسولين، كتلة العضلات، معدل الحرق، التوتر والنوم، تاريخ الدايتات السابق. يعني نفس الوجبة ممكن ترفع سكر دمك أكتر من غيرك. الأبحاث بتوضح إن استجابة سكر الدم بعد نفس الوجبة ممكن تختلف بشكل واضح بين الأشخاص، مش كل الأجسام بتتعامل مع الكربوهيدرات بنفس الطريقة. عشان كده نظام نجح مع غيرك مش شرط ينجح معاك. في شخص عنده كتلة عضلية أعلى جسمه بيستهلك جلوكوز أسرع، في شخص نومه قليل أو متوتر جسمه بيميل للتخزين أكتر. الفرق مش في الإرادة، الفرق فسيولوجي. بلاش تقارن رحلتك بحد تاني، المقارنة المستمرة هي أسرع طريق للإحباط. أنت مش محتاج تقلد جسم غيرك، أنت محتاج تفهم جسمك. تحدي حلقة النهاردة، بدل ما تسأل نفسك فلان خس على إيه، اسأل أنا جسمي بيستجيب لإيه. تعال نراقب جسمنا لمدة 3 أيام. إيه اللي بيشبعك وقت أطول؟ إيه اللي بيخليك تجوع أسرع؟ إيه اللي بيخليك تنام بعد الأكل مباشرة؟ واكتب لنا في الكومنتات، بدأت تلاحظ فرق ولا ما بدأتش تلاحظ؟ طب لو كل جسم ليه طبيعة مختلفة، ازاي اعرف انا بنتمي لانهي نوع؟ وازاي ابتدي اظبط اكلي على حسب استجابة جسمي؟ وده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. وخليك فاكر، جسمك دايما بيكلمك، تعالى نتعلم نسمعه صح.